الزمالك بيتعادل مع غزل المحله 1-1 في مباراه لو بصيت في ارقامها هتقول حاجه، ولو اتكلمت على هوا الجمهور هتقول حاجه تانية. لو اتكلمت على هوا الجمهور هتتكلم ان فيريرا مدرب فاشل وان الراجل يمشي، رغم ان الناس اللي بتتكلم عارفه كويس قوي ان الزمالك عنده مشاكل ماديه تمنعه من ان هو يمشي المدير الفني. ده غير ان عقد المدير الفني ما حدش عارف الدنيا بالنسبه له عامله ازاي، هل هياخد شرط جزائي 3 شهور ولا شهرين ولا 6، ولا هل عقده مقفول زي مارسيل كولر وهياخد شرط جزائي كامل. ففي ناس بتتكلم كتير وهي قاعده في الاستوديو، وناس بتتكلم كتير وهي قاعده في قنواتها وهي عارفه كويس قوي ان الزمالك وضعه المادي لا يسمح ان هو يمشي المدير الفني. بس لو عايز تتكلم على المباراه ككوره، الزمالك عمل وان سايد جيم. ولو عايز تتكلم على فيريرا كمدرب، الزمالك عمل 24 تسديده منهم 4 على المرمى. هنا جوده لعيبه بقى هنا القصه مش قصه مدير فني خالص. يعني انت بتوصل كتير، انت عامل استحواذ 66% لكن بتروح وبتضيع. يعني النهارده الزمالك وان سايد جيم، غلطه واحده كلفت الزمالك هدف. لو انت بقى عايز تتكلم كمدرب وعايز تتكلم الراجل كمدير فني يعمل ايه او ما يعملش ايه، يعني الراجل مش هيقول لي من تايك ان في كره سهله اعرف اتعامل معاها بدماغك. يعني فيريرا حاول ان هو يحل مشكله محمد اسماعيل والخروج بالكوره، حاول يحل مشكله الونش ومشكله خط دفاع الزمالك بالخروج بالكوره. محمد اسماعيل قدر ان هو يكون حل مميز بالخروج بالكوره. فانت لو انت عايز تتكلم على فيريرا فهي تجربه مقبوله بالنسبه لوضع الزمالك المالي. ولو عايز تتكلم على اللي بيعملوا لعيبه الزمالك فاعتقد ان هم بيعملوا عظمه. ليه بيعملوا عظمه؟ يعني هي دي الامكانيات اللي موجوده. وانت بتتكلم على امكانيات مش اعلى حاجه، بتتكلم على جوده مش اعلى حاجه، بتتكلم على لعيبه ما بتاخدش فلوس اصلا. فطبيعي ان هم مش هتلاقيهم بيكسبوا كل الماتشات. هتلاقي ان الدنيا هتبقى صعبه قدام فرق منافسه زي غزل المحله. غزل المحله فريق رخم قوي، يعني كابتن علاء عبد العال الشهاده لله عامل فريق مميز جدا دفاعيا، ولكن هجوميا هو ملوش انياب. يعني فريق غزل المحله هو معاه 11 بونت من 10 ماتشات اغلبهم تعادلات. يعني الراجل تعادل 8 ماتشات تقريبا وكسب ماتش. اللي هو انت بتتكلم على كابتن علاء عبد العال، لا مش طبيعي بجد.